وقررت ان انا استكشف الاماكن الجديدة دي. كنت لازم عشان اوصل للمدينتين دولت لازم اخد عبارة. انا في تايتانيك. فرق واختلاف الثقافات. بيض ب80 كورونا للطبق، دي ما فيهاش اصلا بوليس، ما فيهاش مقر شرطة. انا في قطعة من الجنة على الارض، الطريق سريع كله انهار وجبال انهار وجبال. انا لوحدي هنا، انا لوحدي. الموضوع خطر بس انا هعمله، والعمر واحد والرب واحد. انا هطلع هنا اهو. عديناها. من على قمة شلال في النرويج احنا بنستكشف. يوم جديد، فلوج جديد، تجربة جديدة. بعد ما خلصت تجربتي اللي فاتت وهي كانت تحدي الوصول لأعلى قمم جبال النرويج، وطبعا تقدروا تشوفوا الفيديو ده في قناتي على اليوتيوب أو ممكن يظهر دلوقتي على الشاشة فوق. كان عندي شغف كبير إن أسافر وألف النرويج كلها. فكرت اعمل ايه، فلقيت في مدينتين من اقوى المدن اللي في النرويج برضو، فطلعت خدت العربية وقررت ان انا استكشف الاماكن الجديدة دي. لازم اخد عبارة اسمها فيري او بيقولوها تقريبا فيري. انا في تايتانيك، انا في تايتانيك. شايفين الموضوع تحفة، الموضوع تحفة. ده طريق الحياة. في دور تاني، تعالوا نطلعوا برضو ونشوف. احنا بنستكشف سوا. احنا ما بنعملش حاجة غير ان احنا بنستكشف سوا. النرويج يا جماعة، النرويج فعلا من احلى الدول اللي في العالم. حابب برضو يا جماعة اوريكم العبارة من جوه شكلها عامل ازاي. الموضوع شيك لأبعد الحدود. تعالوا كده نبص عليه سوا. لو حصل لا قدر الله لأي حد أي حاجة ويلبسوها وسائل أمان يعني. اللي ورايا هنا ده مطعم وكافيه، في أكل، سندوتشات، آيس كريم، كافي، شاي. تعالوا نكمل بقية العبارة دي ونشوف الدنيا فيها ايه. الحاجات اللي المفروض تتلبس لو حصل لا قدر الله غرق أو أي حاجة. وهنا كاتبين لك تعليمات. احنا ممكن نطلع نستمتع بره بالمكان الواو اللي بره بصراحه، لان هو الموضوع كله هيبقى 30 دقيقه تقريبا. خلصت العبارة دي وقابلت واحد صديق ليا، بتكلم معاه بالصدفة وبقول له أنا عايز أصور حاجة هنا تكون جديدة مختلفة. من ضمن الحاجات اللي أنا عايز أوريها لكم اللي بتبين لكم اختلاف الثقافات هو الأمان والثقة. هوريكم حاجة النهاردة صغيرة جدا، بس المغزى من ورا الموضوع ده كبير أوي 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 أوي. أشرح لكم الموضوع وأوريكم أنا أقصد إيه وإيه الموضوع. بيض ب80 كورونا للطبق. تعالوا ندخل نشوف، اوريكم بس القصه شكلها عامل ازاي. انا دخلت اوضه ما فيهاش اي حاجه خالص، ما فيهاش اي بني ادمين. كل اللي موجود بيض. باخد كرتونه البيض دي وبحط الفلوس هنا. دي فلوس. الموضوع بقى مش مقتصر على البيض وبس، ده اللحمه كمان. شايفين لحوم. باخدها بحط الفلوس هناك وبمشي وبتوكل على الله. واللي عرفته بقى ان انا مصور بعد الويك اند، فكل الناس بقى جت خلصت الحاجات اللي موجوده. حاجات طبعا طالعه من المزارع على طول. فرق واختلاف الثقافات، فرق الكلتوع يا جماعه، الكالتشر، الثقافه. ده اللي انا بتكلم عليه. ثقه، احترام، بيعاملوا البني ادم على ان هو بني ادم. والمدينه اللي انا فيها اللي هي اسمها اتنا دي ما فيهاش اصلا بوليس، ما فيهاش مقر شرطه. حاجات بقابلها في البلاد دي لازم اوريها لكم ولازم اعرفكم. اكتبوا لي في التعليقات واكتبوا لي في الكومنتس لو حابين تعرفوا ازاي توصلوا الدول دي. انا ممكن اديكم اسهل وابسط الطرق. انا هطلع اخد العربيه وادور على استكشاف جديد بموضوع جديد. انا في قطعه من الجنه على الارض، مدينه اسمها اتنا زي ما انتم شايفين. وهنا شلالات تحت شلالات وجبال وانهار. الشلالات دي الجماعة النرويج بيسموها لانج فوس أو لانجيا فوسن، أما الإنجليز بيقولوها لانج فوسن ووتر فول.
واحنا العرب والمصريين طبعا بنقولها شلالات لانجفوس. اللي انا ماشي عليه ده طريق سريع وانا راكن العربيه في بارك كده جانبي. هنزل معاكم تحت سلالم دلوقتي نستكشف حاجه جديده انا مش عارف، اول مره اشوفها. الموضوع يا جماعه فوق العادي. دي هنا قعدات المفروض الناس بتقعد فيها. واو واو، الطريق سريع كله انهار وجبال انهار وجبال. انا لوحدي هنا، انا لوحدي. شايفين يا جماعه؟ ده صباح الجمال يا جماعه. انا نفسي اقعد هنا، انا نفسي اقعد بس اكل واشرب وارتاح وابص على المناظر دي. وكان مكان الشلالات دي في مدينة إتنا في غرب النرويج. أما السقوط الكلي للشلال كان يبلغ حوالي 600 متر. وأعلنت قاعدة بيانات الشلالات العالمية إن الشلال ده أحد أفضل الشلالات في العالم. هحاول أطلع على صخرة كده فوق وأصور لكم وأنا قريب للشلال، وزي ما إحنا متفقين إحنا بنستكشف. الموضوع خطر بس أنا هعمله. أنا هطلع فوق، هطلع هنا. انا بعمل حاجه خطر وده غلط. انا في طريق كده خدته اهو، بس احنا متفقين ان الموضوع ده من استكشافات والعمر واحد والرب واحد. انا هطلع هنا اهو، خليكم معايا. لازم اركز في كل صخره بطلعها لان الوقعه بموتها. عايز اطلع هنا اهو في المكان ده. الموضوع يخوف. انا بعمل ده علشانكم. انا وصلت لاعلى درجات الجنون. هوصل للصخره فوق وهتصور. انا طالع، شايفين؟ هنطلع لاعلى مكان. امبارح كان تحدي ان انا امشي جبل طالع نازل 6 ساعات. النهارده بين الصخور في الشلالات في النرويج. في صخرة هنا قلقان منها بصراحة. الحتة دي هحاول اوصل لها. عديناها. من على قمة شلال في النرويج وصلت لأعلى قمة هنا. الشلال ورايا، المية تحتها. موضوع مرعب. طبعا انا هنا مش هعرف اكمل لان ميه. انا كده خلصت استكشاف النهارده، مش هنقول فلوج، استكشاف النهارده خلصناه. لايك، سبسكرايب، اشتراك في القناه، فعلوا زرار الجرس واختاروا اول او الجميع او الكل عشان يوصل لكم كل الفيديوهات بتاعتي الجديده. بنستكشف دول جديده، اماكن جديده، واكتبوا لي اي اسئله في التعليقات هرد عليها. ونهاركم زي الفل، واشوفكم ان شاء الله الفلوج الجاي، والسلام عليكم.